انه حسسني من اول يوم المشروع ده بتاعه، وان البيت ده بيته، وانه هو عايز يعمل احسن حاجه، لان يهمه جدا عشان خاطري انا انه يطلع البيت احسن حاجه، لانه زي ما يكون هو هيعيش هنا. احنا هنا في استضافة مدام باكينام اللي كنا عملنا لها شغل كده في النرجس. وتاني بقول ان احنا بنعمل الشغل شبه الناس، وهي حد يعني نسمة، فالبيت بقى كله كده، يعني كل حاجه في البيت تحسها طايره كده زيها. يعني هي طبعا استضافتنا النهارده وهي حابه تعمل ريفيو، هنسيب لها بقى المايك وهي تنطلق تقول كل اللي عندها، حلو ووحش وكل حاجه في الدنيا. حاجه وحشه خالص ربنا يخليك. بص، الشقه هنا بالنسبه لي كانت تشالنج، زي باشمهندس سهيل قال قبل كده انه كان الوقت، بس انا كان بالنسبه لي التشالنج اني الاقي حد يفهم اللي في دماغي. وانا اتعاملت مع مهندسين كتير الحقيقه ما لقيتش حد، يعني ما لقيتش حد. كان دايما يبقى فيه لا ده ينفع ده ما ينفعش، لكن الحقيقه الباشمهندس سهيل والكرو اللي معاه كلهم كانوا عندهم القدره والصبر ان هم يقعدوا معايا يفهموا كويس قوي انا محتاجه ايه وانا عايزه ايه او احلامي ايه، حتى لو كانت ساعات بتشطح. بس الحقيقه الباشمهندس سهيل كان يقول لي لا ما ينفعش، بس كنت بلاقيه انه شقلبنا كده وطلعنا بحل سحري. وكنت دايما اقول له انت عندك يعني زي لمبة بتنور كده بتطلع حلول على طول. واكتر من كده اهم حاجه انه حسسني من اول يوم انه المشروع ده بتاعه، وان البيت ده بيته، وانه هو عايز يعمل احسن حاجه، لان يهمه جدا عشان خاطري انا انه يطلع البيت احسن حاجه، لانه زي ما يكون هو هيعيش هنا. فده الاحساس اللي اداهولي الحقيقه المهندس سهيل من اول ما اتعاملت معاه. والحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا وطلع زي ما انتم شايفين كده في احسن صوره. الحمد لله، مبروك عليكي. ربنا يخليك.